السلام عليكم حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض جاتو الخلاط او الجاتو شاتو بصوص منه فيه حاجه كده بطعم الشوكولاته، وهي اصلا من غير شوكولاته. عملنا قالب عائلي يكفي العيله كلها بمكونات سهله جدا موجوده عندك في البيت، مش محتاجه اي حاجه. هقولك على المقادير بتاعته بالجرام وكمان بالكوبايه، وهقولها لك بالمعلقه. اهم حاجه تابع تفاصيل الفيديو للاخر علشان تعرفي كل التركات والتفاصيل. وقبل اي حاجه لايك للفيديو بتاع النهارده وكمان اشتراك في القناه. شفشق الخلاط بتاعنا هننزل فيه بكوبايه لبن او حليب، الكوبايه دي 200 جرام. هننزل كمان ب 150 جرام سكر، يعني كوبايه الا ربع. كوبايه زيت 200 جرام زيت نباتي عادي، اي نوع ممكن تستخدميه. الكوبايه بتاعتنا موحده. نص كوبايه كاكاو خام، النوع اللي انا مستخدماه كاكاو خام اسباني، 65 جرام. هنضرب الخليط بتاعنا في الخلاط 5 دقايق لحد ما السكر بتاعنا يدوب، وكمان تحس ان القوام بتاعه اصبح تقيل زي ما انت شايفة كده. هناخد منه كوباية. الصوص بتاعنا بيلمع حاجة كده تحفة، اللهم بارك. زي ما انتوا شايفين، هنركن الكوباية بتاعتنا على جنب لانه مش مستدعي ان انت تدخليه التلاجة علشان يتقل لان هو تقيل. نفس الشفشق بعد ما خلاص خدنا الكوباية هنسيب المكونات الباقية. هننزل في الشفشق بتاعنا باتنين بيضة بدرجة حرارة الغرفة، عليهم معلقة فانيليا 3 جرام فانيليا سايلة، وكمان 10 جرام خل، معلقة كبيرة. وكمان هنضرب المكونات دي في بعضها وننزل في البولة بتاعتنا بالخليط. معايا كوباية دقيق متعدد الاستخدامات، 125 جرام. نوع الدقيق انا بستخدم الصفا كريستال، نوعيته حلوة وممتاز معايا. والدقيق النوع اللي انت تستخدميه هيكون تمام معاكي. وراعي ان مش كل انواع الدقيق زي بعضها، ممكن دقيق ياخد سوائل وممكن دقيق ما ياخدش سوائل. لو حسيت ان الخليط بتاعك محتاج سوائل ممكن تضيفي معلقة لبن، ودي هتكون حسب الدقيق اللي انتي عملتيه. اهم حاجة ذرة الملح علشان هي اللي هتظبط القوام بتاعنا. وكمان لو حابة تستغني عن معلقة الفانيليا مفيش مشكلة، الكاكاو بتاعنا بيضيع ريحة الزفارة، ودايما استخدمي الانواع اللي هي الكويسة. هنخلط الدقيق بتاعنا والمكونات كلها في بعضها لحد ما نحس ان خلاص كده، خلاص الخليط بتاعنا بدأ يتجانس. هنبدأ نستغنى عن المضرب بتاعنا، وبالسباتيولا كده هتلمي الجوانب وهتجيب الخليط بتاعك من تحت لفوق علشان لو لسه في تكتلات من الدقيق او اي هوا موجود، او ندخل فيها الهواء. وكمان لو في اي تكتلات موجودة في الدقيق نخليها تتجانس مع الخليط. الصينية بتاعنا اللي احنا هنستخدمها صينية مقاس، الصينية بتاعتي دي مقاس 30. تاني صينية موجودة في الطقم. لو انت حابة تستخدمي اول صينية بيكون مقاسها 26 او 25 حسب حجم الصواني اللي موجودة عندك، هيكون مظبوط. الخليط بتاعنا على قد الصينية، ولو حابة تستخدمي الأقل منه هيكون عالي معاكي شوية. بس سمك الكيكه كان مظبوط معايا وكان كويس. هبدا ان انا اخبط الصينيه بتاعتي خبطتين وبالخله كده، وهبدا اشيل الفراغات وادخلها الفرن. معايا كوبايه كريم شانتيه 100 جرام، عليهم معلقتين سكر 20 جرام، و200 جرام لبن. لو حابه ان انت تستغنى عن اللبن وتضيفي ميه مفيش مشكله. هبدا ان انا اخلط الكريمه بتاعتي كده لحد ما احس ان هي بدات تحتاج سوائل. هبدا انزل تدريجيا ب50 جرام ميه. وزي ما قلتلك لو حابة ان انت تستغني عن الحليب اللي احنا حطيناه في الاول وتستخدميه كله مية مفيش مشكلة، هيبقى معاك كويس. الكيك بتاعنا دخل على الفرن شغال مسبقا، درجة الحرارة بتاعته 180، شغال من تحت بس لمدة 15 دقيقة لحين لما نخلص الكريمة بتاعتنا، وهيكون الكيك بتاعنا جاهز. هبدأ ان انا اجيب معلقتين من الصوص اللي احنا ركناه على جنب، وابدأ ان انا اخلط الكريمة بتاعتي في بعضها لحد ما اوصل للون اللي انا محتاجاه. حابه ان انتي تحطي كاكاو على الكريمه مفيش مشكله، حابه تحطي شوكولاته دارك مفيش برضك مشكله، هتبقى معاكي زي الفل. اللي انت حابه تستخدميه هيكون معاكي تمام. الكريمه بتاعتنا اصبحت جاهزه، هدخلها التلاجة تتشمع شويه لحين لما يكون الكيك بتاعي يكون جاهز. الكيك بتاعي طلع من الفرن خد 15 دقيقه بالظبط. الكيك بتاعي طري، سبته يبرد تماما علشان لما اجي اضيف الكريمه ما تسحش على الكيك. هبدأ ان انا انزل الكريمة بتاعتي في كيس تلاجة عادي علشان يسهل علي عملية الاستخدام. ولو انت حابة تشتغلي على طول تضيف الكريمة من البولة اللي انت حطاها فيها برضك مفيش مشكلة. انا بحاول اسهل عليك الامور، ودايما بيكون توزيع كيس التلاجة في الكريمة بيكون اسهل علشان
تحاولي ان انتي تظبطي الكريمة الاماكن اللي موجود فيها والاماكن اللي مش موجود فيها. انا الكريمة زي ما قلت لكم الكمية اللي انا عملتها كانت مناسبة قوي، خدت بس منها 3 او 4 معالق للتزيين ودخلتهم التلاجة على طول، لان ما ينفعش ان انت تسيبيها بره. هبدأ كده بالاسباتيولا. لو انت ما عندكيش سكرابر او ما عندكيش سكينة اللي هي بتسوي الحلويات استخدمي الاسباتيولا. انا بحاول اسهل عليك الامور علشان تكوني حابة ان انت تعملي الوصفة بتاعت النهاردة وما تواجهيش اي مشاكل فيها. بمعلقة عادية خالص من بتاعة الاكل وبظهرها كده هتبدأي ان انت تسوي الكريمة بتاعتك علشان بس يكون شكل الكيك من فوق او الجاتو مهندم. وهندخلها التلاجة لمدة ساعة. ادي بواقي الصوص الاولاني كده خلاص، هنزل عليهم بمعلقتين لبن علشان بس افك الصوص ويكون سهل معايا في الفرد ويكون القوام بتاعه مش تقيل قوي. الكمية دي مظبوطة معايا زي ما انا قلتلك على قد القالب. لو انت حابة تستخدمي نفس القالب اللي انا مستخدماه تمام، لو انت حابة تستخدمي المقاس الاقل منه برضك هيكون تمام وممتاز، وهيفرد معاكي نفس كمية الكيك او الجاتو اللي احنا عملناها. جاتوه سهل نوعا ما اقتصادي بنسبة 50%. كل اللي بس اللي موجود ممكن تشوفيه غالي عليكي اللي هو الكريم شانتيه او الكاكاو الخام، لكن كلنا بنعرف نعمل الكيك ما شاء الله، بس احنا بنحاول ندي افكار لبعض. صبينا الصوص بتاعنا وهنبدأ نفرده كده بحيث ان احنا نلف الصينية شمال ويمين وهيتفرد معانا بكل سهولة. هندخله التلاجة لمدة برضك ساعة ونبدأ ان احنا نقطعه التقطيعة اللي انتي حابة تقطعيها. حابة تقطعيه جاتوه المربعات الصغير اللي هو بيتقدم في الافراح برضك ما فيش مشكلة، هتطلع معاكي اكتر من حوالي 24 قطعة. الصينية دي طلعت معانا 14 قطعة ما شاء الله، حاجة كده تحفة. الصوص بتاعه زي ما قلنا اللمعان بتاعه مظبوط جدا، الكريمة بتاعتنا القوام بتاعها مظبوط، الكيك السمك بتاعه حلو قوي، ومعلقة الخل كمان اديت له الطراوة اللي انت بتحبيها في الكيك. الكيك طري ما شاء الله، المسام بتاعته حلوة قوي مش مفرغ. السمك زي ما قلنا مظبوط، الصينية بتاعنا مظبوطة على قد الكمية. الاربع معالق كريمة اللي انا استغنيت او ان انا شلتهم في جنب هبدأ ان انا زين بيهم. وعشان لو ما عندكيش اللي هو الكيس بتاع التزيين او الكيس الحلواني، كيس التلاجة عادي خالص اهو، وجبت القمع اللي انت هتستخدميه اي شكل ودخليه في كيس الحلواني على قد الفتحة او كيس التلاجة على قد الفتحة، وابدأي اعملي الاشكال اللي انت حابة تعمليها. مش حابة تعملي التزيين اللي انا عاملاه ده خالص وحابة تزيني بشوكولاتة بيضة، مفيش مشكلة، انا مجرد بديك افكار ان انت تستخدميها وانت بتشتغلي. حابة تشتري اللي هو صوص الكراميل الجاهز وتبدأي ان انت تزيني بيه برضك هيطلع معاكي زي الفل. مش حابة تزيني خالص وتستغنى عن الخطوة دي برضك مفيش مشكلة، دي اختيارية بالنسبة ليكي. اللي انت حابة تستخدميه استخدميه، واللي انت حابة تعمليه اعمليه، لان الذوق العام ده بيرجع ليكي انت. انا زي ما قلتلك مجرد ان انا بديكي افكار تستخدميها للتزيين وللشكل اللي انت حابة تعمليه. اتمنى ان انا اكون بديكي كل التفاصيل الخاصة اللي انت حابة ان انت تعرفيها، وما كنتش نسيت اي حاجة خالص خاصة بالجاتو شاتو، علشان لما تحبي ان انت تعمليه تلاقيه جاهز معاكي. الافكار بتاعته بسيطة جدا، التفاصيل بتاعته بسيطة جدا، اهم حاجة بس اظبطي المقادير بتاعته. وكمان اعمليها لو انت هتستخدمي الكوباية ممكن تستخدمي كوباية لكل المقادير وهتطلع معاكي مظبوطة، مش محتاج اي حاجة خالص. عفوا، 200 جرام لبن كوباية، 150 جرام سكر وده اختيار السكر بالنسبة ليكي، 200 جرام زيت حاجة سهلة جدا، 65 جرام كاكاو خام يعني نص كوباية هيطلع معاكي احلى جاتو شاتو ممكن تعمليه، او جاتو الخلاط. 100 جرام كريم شانتيه، 100 جرام او 250 جرام مية بلاش حليب، هيطلع معاكي احلى جاتو شاتو ممكن تعمليه. وانا استخدمت نوع الكريمة اللي انا استخدمتها كريمة المتحدة علشان دي افضل نوع ممكن يطلع معاكي. ولو انت مش متاح عندك كريمة المتحدة ممكن تجيب الكريم شانتيه اللي هو بيتباع في الاكياس برضك هيقضي الغرض وهيطلع معاكي زي الفل. ادي الشكل العام بتاعنا حاجة كده اللهم بارك. اتمنى الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم. اهم حاجة ما تنسوش لايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة. مشاهدة ممتعة. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.